الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل محمد. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. قريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. من أجل قبول المجلس رحمة لأمواتكم، أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. بحول الله عز وجل البحث سوف يكون حول سبب نجاح ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه. نحن نسأل هذا السؤال: كيف نجحت ثورة المولى أبي عبد الله؟ وكيف وصلت لنا أهداف الإمام الحسين سلام الله عليه اليوم؟ لما نأتي إلى السبب الطبيعي، يعني لما نقرأ سيرة المولى أبي عبد الله نجد أن الإمام الحسين سلام الله عليه لم ينتصر عسكريا، وإنما خسر. شلون خسر الإمام الحسين؟ الإمام بين، قال: من لحق بنا استشهد، ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح. أو بني هاشم استوقفوا الإمام الحسين عليه السلام، قالوا له: أنت إلمن رايح؟ إلمن طالع؟ قالوا له: إلمن مصطحب وياك العيال والأطفال؟ فقال: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. شوف الإمام بين، حسم لك الموقف من البداية أن المعركة عسكريا سوف تفشل، سوف تنتهي. لكن هل فشل الإمام الحسين عليه السلام أم انتصر؟ الإمام الحسين انتصر. كيف انتصر الإمام الحسين؟ لم ينتصر ماديا، وإنما انتصر معنويا، انتصر غيبيا. الإمام ايش قال؟ قال: ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح. ماذا يقصد الإمام الحسين بالفتح؟ هل أنه سوف ينتصر عسكريا على يزيد، على جيش الشام، على بني أمية؟ مستحيل. لأن تعال أنت إلى السبب الطبيعي، تشوف 72 نفر قبال 70,000 نفر. واحد شو يقول لما تجي أحسن واحد، أحسن قائد، لما يحط خطة عسكرية لهذه المعركة يقدر ينتصر؟ ما يقدر ينتصر.
مستحيل، لأن القائد ايش راح يقول لك؟ هاي عملية انتحار لا محالة، إننا سوف نقتل بأجمعنا ولا واحد يطلع من عندنا. وهذا ما بينه المولى أبي عبد الله، أنه اللي يلتحق وياي يدخل إلى أرض المعركة سوف يكون وقودا لأرض المعركة، سوف يقتل. وهذا اللي حدث. لماذا؟ لأن الإمام الحسين عليه السلام لديه نبأ، لديه خبر من رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله لديه خبر من السماء، يقول الإمام الحسين: لا محيص عن يوم خط بالقلم. لاحظ، يوم عاشوراء خط بالقلم، خلاص هاي مشيئة إلهية أن الإمام الحسين سوف يقتل. أو النبي صلى الله عليه وآله يقول للإمام: يا حسين، إن لك منزلة في الجنة لا تنالها إلا بدمك. فالسبب الطبيعي عرفنا أن الإمام الحسين عليه السلام طبيعيا ما انتصر، لكن مستقبليا غيبيا معنويا الإمام انتصر. زين، شلون انتصر الإمام الحسين؟ أسباب الانتصار الغيبي للإمام الحسين عدة أسباب، سوف نقف في بحث الليلة على هذه الأسباب. نأتي إلى هذه الأسباب وهي أسباب إعلامية. يعني الآن راح أبسط لك الفكرة أكثر. أنت بهذا العصر، عصر الإنترنت وعصر وسائل التواصل الاجتماعي، إذا يصير خبر بالمشرق وبالمغرب راح يشوفه، فالإعلام يأثر وما يأثر. نعم، الإعلام اليوم الآن يلعب دور أساسي بالتأثير على الرأي العام العالمي، صح التعبير المعاصر. الآن أكو تأثير على الرأي العام العالمي. إذا أكو قضية إنسانية أنت تنشرها، شوف أكو تفاعل من الرأي العام العالمي. هذا التفاعل الإمام الحسين عليه السلام استخدمه في ذلك الزمن في إنجاح ثورته. شلون يعني الإمام الحسين استخدم هذا الأسلوب الإعلامي اللي نشوفه اليوم، الأسلوب المعاصر. نعم استخدمه، لكن بوسائل أخرى. سابقا ما كان انترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وهاي التطبيقات، لا، وإنما وسائل إعلامية أخرى. سوف نقف على هذه الوسائل الإعلامية اللي استخدمها الإمام الحسين عليه السلام. أولا، أن الإمام الحسين عليه السلام استخدم الخطب، هاي الوسيلة الأولى. من أول ما طلع الإمام الحسين عليه السلام إلى أن بدأت المعركة، الإمام الحسين عليه السلام ما بطل من الخطب. شلون؟ أولا شوف، لاحظ الإمام بالمدينة بعد ما طالع بالمدينة، اجت رسالة من الشام إلى المدينة المنورة، إلى والي المدينة، أن يأخذ البيعة من الإمام الحسين خاصة. دزوا على الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين شنو رده؟ الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ قال: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد فاسق شاربا للخمر قاتلا للنفس المحترمة لاعبا بالقرود والفرود، ومثلي لا يبايع مثله. هذا شعار الإمام الحسين عليه السلام. وين؟ بالمدينة. بعد لما انتقل الإمام الحسين عليه السلام من المدينة، وين راح إلى مكة.
مكة استقر الإمام فيها إلى أن جاء موسم الحج. الإمام الحسين عليه السلام متى خرج من مكة قاصدا أرض العراق؟ خرج في اليوم 8 من ذي الحجة اللي هو يوم التروية. لماذا سمي هذا اليوم بيوم التروية؟ لأن اليوم 9 من ذي الحجة الحجاج وين يرحون؟ يرحون إلى وادي عرفة، إلى عرصات عرفة. هناك شو يحتاجون؟ يحتاجون إلى الماء، يتروون من الماء، يأخذون معهم القرب الماء لكي يقفون في اليوم 9 وين؟ بعرصات عرفة. لأن عرفة اللي راح، أنا الله سبحانه وتعالى وفقني ورحت وشفت عرفة، يعني رحنا إلى عرفة. عرفة ترى وادي، وهناك أكو جبل عرفة. فالحاج اليوم 9 من ذي الحجة يروح وين؟ إلى وادي عرفة هنا، فيأخذوا يا الماء. لذلك سمي اليوم 8 بيوم التروية. الإمام الحسين طلع اليوم 8 من ذي الحجة، قطع الحج، فحول الحج إلى عمرة مفردة، ثم قصد أرض العراق. هنا الإمام الحسين عليه السلام نسأل استخدم الجانب الإعلامي يوم استخدم الإمام الحسين. تقول الرواية الإمام خطب بالحجيج، فالتف حول الإمام الحسين عليه السلام ناس كثر. الرواية ما بينت شقد. هسه أنا وياك لما نروح لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، هاي الزيارة المليونية، يعني يقدر واحد يعد الزوار واحد هذا واحد، هذا 2، هذا 10، 20، مستحيل. لذلك الرواية ماذا قالت التحق بركب الحسين لما خرج من مكة قاصدا أرض العراق جماعة كثر. ايش قد هؤلاء الجماعة؟ ما حد يقدر يحصي، ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، كناية على كثرتهم. لماذا التحقوا بركب الحسين؟ الإمام الحسين أثر بهؤلاء إعلاميا. هذا الأسلوب الإعلامي اللي استخدمه الإمام الحسين وين؟ بمكة. بعد طيلة الطريق أيضا الإمام الحسين استخدم هذا الأسلوب. وين ما يحط الإمام الحسين رحلة يقوم خاطبا. شو يقول؟ خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. هذا نموذج. النموذج الآخر حط الإمام الحسين عليه السلام رحلة في مكان آخر، أيضا قام خطب فقال: كما أهدي رأس يحيى ابن زكريا إلى باغي من بغايا بني إسرائيل، يهدى رأسي إلى باغي من بغايا بني أمية. فالإمام الحسين بين أنه وين رايح للموت، رايح للقتل. بعد تقول الرواية لما جيش الحر حاصر الإمام الحسين عليه السلام قام الحسين فخطب بجيش الحر وحذر هؤلاء من ظلم بني أمية. بعد صبيحة اليوم 10 الإمام الحسين استخدم هذا الأسلوب ولا الأسلوب الخطابي. نعم، قام الإمام الحسين عليه السلام فخطب، والخطبة موجودة في مقتل الإمام الحسين عليه السلام. الإمام هذه الخطب لم يكتفي بها. هسه احنا يم الأسلوب الأول، أسلوب الخطب. الإمام الحسين هل اكتفى بالخطب؟ لا، وإنما استخدم أساليب أخرى. الأسلوب الثاني اللي استخدمه الإمام هو أنه لبس عمامة رسول الله اللي تلقب بالسحاب، ثم نشر المصحف على رأسه، ثم قال للقوم: أيها القوم انسبوني من أنا، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون، اسألوا أنفسكم
هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ على ما تقاتلونني؟ ألدين بدلته أم لسنة غيرتها؟ شنو جواب القوم؟ حيار، احتاروا شو يجاوبون الإمام. جماعة شو تقول للإمام؟ نقاتلك بغضا لك ولأبيك علي بن أبي طالب. إيه؟ أو جماعة تقول له نقاتلك طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. ليش؟ من أجل الأموال، أجل الدنيا. لم أنسوا إذ قام فيهم خاطبة وهم لا يفقهون جوابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر النابة. هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابة؟ أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابة؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابه. صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الظبا محرابه. نعم، هذا الأسلوب الثاني الذي استخدمه الإمام الحسين سلام الله عليه. بعد الأسلوب الثالث الذي استخدمه هو أسلوب العاطفة. الأسلوب العاطفي. هسه واحد يستشكل عليه يقول يعني الإمام الحسين هيك ضعيف ويستخدم العاطفة حتى يثير قلوب هؤلاء؟ لا، مو هذا المعنى. وإنما الإمام الحسين عليه السلام يريد يبين قضية إنسانية، يخاطب الرأي العام العالمي. الآن قلت لك إذا واحد يريد ينشر منشور، أكثر الجمهور ويا من يتفاعل ويا القضية الإنسانية. يعني مثلا الآن أضرب لك مثال، الآن أنت تشوف مقطع فيديو واحد أعمى ما يشوف بعد ومقرب ما يقدر يمشي مقعد، ها مولانا، وهذا ما عنده معين، ما عنده واحد يعينه، وهذا وين عايش بالشارع. تتفاعل ويا هاي القصة يوم ما تتفاعل؟ كل احنا نتفاعل، سواء القاصي أو الداني، المسلم وغير المسلم، كل الديانات، كل الناس تتفاعل ويا هاي القصة. ليش؟ لأن هذه قضية إنسانية. فالإمام الحسين عليه السلام استخدم العاطفة. ليش؟ حتى يثير الإنسانية في قلوب هؤلاء. يثير الإنسانية بقلوب هؤلاء. ليش؟ من أجل هدايتهم، حتى يهديه. شلون يعني الإمام متى استخدم الأسلوب العاطفي؟ لما جاء بطفله الرضيع. شوف هاي قضية الرضيع إيش قد ألمت أهل البيت عليهم السلام. لاحظ عندنا رواية لما ظهر المختار الثقفي رضوان الله عليه، ظهر خوف دعاء الإمام الحسين، قال الإمام الحسين اللهم سلط عليهم غلام ثقيف. غلام ثقيف منه؟ المختار الثقفي رضوان الله عليه. دعاء بركة دعاء الإمام الحسين أنه قتل أعداء المولى أبي عبد الله. شوف لما ظهر المختار وصار يقتل بأعداء الإمام الحسين، من قتل الحسين وأنصار الحسين وأهل بيت الحسين. الإمام زين العابدين صار عليه من يسأل على حرملة. قال لهم هل قتل حرملة؟ هل أهلك الله حرملة؟ يقول لا. ليش الإمام زين العابدين يسأل؟ شنو السبب؟ لأن حرملة أصاب عند السهام، وهاي السهام ألمت أهل البيت سلام الله عليه. السهم الأول وين وقع بعين العباس سلام الله عليه. شوف هاي الأماكن اللي يختارها اللعين. السهم الثاني وين وقع برقبة الرضيع.
فذبحه من الوريد إلى الوريد بحجر الحسين. السهم الثالث، هذا السهم المثلث الذي له 3 شعب، هذا اللعين ادخره لقلب الحسين، ضرب بقلب الإمام الحسين، واختار سهم له 3 شعب حتى ما يقدر الحسين يطلع السهم. صحيح ومو صح؟ موعدنا احنا بالمقتل أن الإمام الحسين حاول أن ينزع السهم من أمامه ما استطاع، وإنما صار الإمام يغرز السهم بقلبه إلى أن أخرجه من ظهره. ساعد الله قلب الحسين. لذلك الرواية تقول بعد هذا السهم وقع الحسين على الأرض. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإمام زين العابدين يسأل هل أهلك الله حرمله؟ يقول لا. فالجانب العاطفي مهم. لذلك الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يثير الجانب العاطفي، جانب الإنسانية، بقلوب أعدائه بني أمية لما جاب لهم الرضيع. لكن أثر هذا بهؤلاء؟ لا، ما أثر. شوف الرواية ماذا تقول؟ تنازع القوم، جماعة تقول ويحكم اسقوه، هذا طفل رضيع ما له ذنب. جماعة تقول ويحكم لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقيه. هذا جانب استخدمه الإمام الحسين عليه السلام في إنجاح ثورته، وهو الجانب الثالث، وهو الجانب العاطفي. هسه وصلنا علما إلى ما بعد ثورة الإمام الحسين، ما بعد يوم عاشوراء. هنا أهل البيت سلام الله عليهم هل استخدموا هذا الجانب الإعلامي أم لا؟ نعم. من نقل لنا كربلاء وتفاصيل ما جرى في عاشوراء منه الإمام زين العابدين وزينب سلام الله عليها. شوف زينب سلام الله عليها أمام طاغية الكوفة خطبت وفضحت بني أمية. بعد أمام طاغية الشام يزيد ابن معاوية أيضا خطبت يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، ذكرك إلا فند وأيامك إلا بدت وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. نعم، زينب سلام الله عليها فضحت من؟ فضحت يزيد. بعد الإمام زين العابدين عليه السلام أيضا فضح يزيد لما خطب الإمام سلام الله عليه في الشام أمام هؤلاء الشاميين اللي كانوا يسمون يزيد بأمير المؤمنين، كانوا منخدعينها إعلاميا، أكو تضليل إعلامي على قلوب هؤلاء، فكانوا يوالون بني أمية ولا يوالون أهل البيت. فقام الإمام زين العابدين سلام الله عليه فخطب من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن أول من حج ولبى، أنا ابن أول من طاف وسعى، إلى أن وصل إلى أن قال أنا ابن المقتول بكربلاء. هنا استثار الإمام العاطفة. هذا الجانب مهم في إنجاح ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه. فيزيد أمر المؤذن أن يؤذن، ولم يكن وقت الصلاة، لكن لكي يقطع الخطبة على الإمام الحسين. فلما وصل المؤذن إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله، قال له الإمام سلام الله عليه يا يزيد محمد جدي أم جدك؟ إن زعمت أنه جدك فقد كفرت وأثمت، وإن قلت أنه جدي فلماذا قتلت أهل بيته وسبيت عياله ونساءه؟
فانقلب الرأي العام على من؟ على يزيد. الأمور انقلب عليه أسافلها على بني أمية. لذلك تقول الروايات بعد هذه الخطبة، خطبة زينب سلام الله عليها، وبعد خطبة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، أرجع أهل البيت إلى مدينة جدهم رسول الله. كاشين تردون الطوهم، فأرجعوهم إلى مدينة جدهم رسول الله. نعم، من أوصل لنا أهداف الإمام الحسين ومأساة كربلاء، نعم، إمامنا زين العابدين والحوراء زينب. نعم، مصائب كربلاء كثيرة آجركم الله، لكن أريد أسلط الضوء هذه الليلة على مصيبة من مصائب كربلاء، على الرواية التي تقول أنه كانت طفلة للإمام الحسين تسمى بالعليلة. خلينا يم العليلة هذه الليلة. الإمام الحسين خرج من مدينة جده رسول الله، لكنه خلف وراءه طفلة. هذه الطفلة مريضة، فاطمة العليلة. هذه الطفلة تعلقت بأذيال المولى أبي عبد الله، قالت: أبتا حسين، لا تدعني وحدي في مدينة رسول الله، أموت من بعدك يا أبا عبد الله. قال: بني فاطمة، أنت مريضة عليلة، أخشى عليك الموت في السفر. لكن هذه الطفلة لم تقتنع، تعلقت بأذيال الحسين. إذ قل أبويا وياكم اخذوني ويخذوني بعدكم يا أهلي يعمل عيوني. بويا وحدي من الوطن لا تخلوني، عليلة والجسم يلغم بالسم. أجابها الحسين: نادى الحسين ودمعي تسيل، يا بعد لي سفرنا دربه طويل. وانت علي ايلايا وجسمك نحيل. بويا وعلى المثلك يا بويا السفر يحرم. انا جوعده وحمل ضعلهم، بويا ويحملون وانا اتفكر لهم. وجن غريبة وماني منهم. نعم، ودعها الحسين، غاب ركب الحسين عن أنظار العليلة. إيش قالت؟ قالت: بويا جد الضعان واقطع البيد. بويا وشوفت أني صارت بعيد. بويا والقلب ما لقاهم يريد. بويا والحادي ما ريض بغيد. ليش يا عليلة؟ بويا والحاوية وادي ما ريض بأيده. بويا الوداع على النوبة العيد. بويا راحي وقطع قلبي وريد. نعم، خيم الحسين، استقر الحسين بكربلاء، انقطعت أخبار العليلة عن الحسين. هاي كتبت رسالة للحسين ضمنت آلامها،
زحفت وين اجت الى باب دار الحسين. ايش صاحت وين الذي ياخذ لي كتاب. اسمع القصة ايش قد مؤلمة. بويا وين الذي ياخذ لي كتاب، بويا بيه البواج وبيه العتاب، بويا للخلة وعيوني على الباب، بويا علي ما ردايا وشل إلى اسباب، بويا من فراق القلب عطاب يا بويا، من فراق القلب يا ويا وبعد طاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله، اللهم إنا نسألك ندعوك نتوجه إليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد. فرج عنا يا الله إخواني المؤمنين الجالسين الحاضرين السامعين المؤسسين. من كان طالب حاجة اللهم اقضي حاجته، من كان مريضا عنده مريض اللهم عافي كل مريض بحق علي لكربلاء. إلى شرف النبي الأئمة الطاهرين، إلى أرواح موتى المؤسسين الحاضرين السامعين، إلى أرواح الشهداء السعداء خدمة المولى أبي عبد الله، أمواتكم جميعا خصوصا أموات المؤسسين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.